كتبدا القصه ديالنا في غابه الامازون، وكنشوفوا كيفاش كيقطعوا الاشجار، كيقطعوهم بواحد الطريقه اللي هي خايبه، والغابه كامله بدات كتدمر قدام عينينا. وبسبب هذا الخراب الديور ديال السكان الاصليين بداو كيتهدموا وكتضيع حياتهم اللي كانوا متعودين عليها. ومن بعد كيتبدل المشهد لواحد الجامعه في امريكا، في كاينه واحد البنت سميتها جاستن، وكتهضر مع صحاباتها على واحد المحاضره يوميه. ومن بعدها مشاو يحضروا لواحد المحاضره اللي هي مهمه بزاف، والاستاذه قالت لهم بان في العالم كاين بزاف ديال القبائل وخصوصا في افريقيا، والعيالات كيتعرضوا لواحد العادات اللي خايبه وصعيبه بزاف. وجاستن بدات كتاثر وكتحس بالخوف من هذا الشيء اللي سمعاه. ومن بعد ما سالات المحاضره، جاستن خرجت للسحب بوحدها. شويه جا عندها واحد الولد وقال لها بلي اليخاندرو صيفطو عندها، وعطاها واحد الورقه وقال لها بانك معروضه لواحد الاجتماع مهم. القصه هي في ان في هذه الجامعه كاين قصه ديال الطلبه كيسافروا لمناطق مختلفه في العالم باش يدافعوا على البيئه ويحافظوا عليها. وهذه المجموعه القائد ديالها هو اليخاندرو، اللي ناشط مشهور وعنده كاريزما وشخصيه قويه. وجاستن حتى هي كانت مهتمه بالاعمال الاجتماعيه والانشطه الخيريه، وهذا الشيء خلاها في الليل تمشي تحضر الاجتماع اللي كان منظمو اليخاندرو. قال لهم باش غيمشيو للغابات ديال الامازون باش يحميو واحد القبيله محل، حيث كاينه واحد الشركه متعدده الجنسيات اللي كتقطع لهم في الشجر وكتدمر لهم في الغابه باش تقلب على البترول اللي تحت الارض. وهذا الشيء كيعرض الحياه ديال ديك القبيله للخطر. وقال لهم بان هذه الشركه غادي تجيب شي جنود وشي مسلحين باش يديروا الخدمه، ولكن حنا خصنا نوقفوا الشركه باي طريقه ونصوروا كل شيء لايف باش العالم يشوف والاعلان يضغط على الشركه باش تمشي. وجاستن عجبتها هذه المهمه وقررت باش غتمشي معاهم. وفي النهار الثاني هضرات جاستن مع باباها في التليفون اللي خدام محامي كبير في الامم المتحده، وقالت ليه غادي نمشي نسافر هاد اليومين مع صحاباتي. ومن بعد جاستن والفريق مشاو تلاقاو مع اصحاب اليخاندرو اللي هو الممول ديال هاد الرحله. ومن بعد ركبوا في الطياره وسافروا، ومنين هبطوا من الطياره مشاو للوطيل باش ياكلوا ويرتاحوا شويه قبل من المهمه. موراها ركبوا في القوارب ومشاو لغابه الامازون، وغيوصلوا للغابه لبسوا الحوايج بحال ديال العمال وربطوا رؤوسهم بالسناسل وغطاو وجوههم بالماسكات وخرجوا التليفونات وبداو كيصوروا في اللايفات وكيديروا الاحتجاجات. والهدف ديالهم هو ان العالم يشوفوا هاد الشركه شنو كدير. وفي نفس اللحظه خرجوا لهم الحراس ديال الشركه وكانوا مسلحين وحاولوا يشدوهم، ولكن خوتنا كلهم كانوا مربوطين بالسناسل. ولكن خوتنا قدروا يفرقعوا القفل ديال جاستن. وواحد من خوتنا متشدها وبدا جالس كيهدد فيها وكان حاطيها الفردي على راسها. وجاستن كانت خايفه بزاف وكتعيط على صحابها باش يعاونوها، وصحابها كانوا مشغولين كاملين غير بالتصوير ديال الفيديو. واليخاندرو قال لخونا غير قتلها وشوف اش غادي يوقع لك. رباها محامي كبير في الامم المتحده. وفي نفس الوقت فيديو لايف ديالهم بدا كيتشاف في العالم كامل، والاعلان داروا واحد الضغط كبير على الشركه اللي طلبات من الرجال ديالها باش يرجعوا. والشركه اضطرات بانها توقف الخدمه في ديك اللحظه، والبوليس جاو شدوا المجموعه كامله. وصاحب اليخاندرو عطى رشوه كبيره للبوليس وخرجهم. ومن بعد ركبوا في الطياره الخاصه ديالهم باش يرجعوا لديورهم. وسط الطياره بداو كيحتفلوا بحال رابحين شي معركه، واليخاندرو كيقول لهم بان الفيديو تنشر في العالم كامل وكل شيء كيهضر علينا وعلى الشجاعه ديالنا. ولكن جاستن كانت حاسه بالخيانه ديالو وتعرف تولي استعملوها باش يركضوا راسهم. وهما طايرين فوق الغابه وقع لهم واحد العطب في المحرك ديال الطياره وبدات كتهبط بهم. وخوتنا بداو كيغوتوا من كثره الخوف ملي شافوا الطياره غاديه طايحه بهم وسط الغابه. وفعلا الطياره طاحت بهم وسط الغابه وكامله تحطمت، وبسبب هذا الشيء بزاف منهم ماتوا. واللي بقاو عايشين كانوا مجروحين بشي جروح اللي هي خطيره، وكلهم كانوا مصدومين من هذا الشيء اللي وقع لهم وبداو كيحاولوا يعاونوا في بعضياتهم حتى خرجوا كاملين من الطياره. وجاستن واليخاندرو وشي ناس اخرين معاهم هما اللي ما وقع لهم والو، ونجاو باعجوبه، ولكن كاملين كانوا خايفين وتالفين وما عارفينش فين يمشيو وشنو يديروا. وزيد عليها التليفونات ما فيهاش الريزو. وواحد من الناجين كان كيقلب على الجهاز ديال الجي بي اس ديالو باش يطلب لهم المساعده، ولكن في داك اللحظه سمعوا واحد الصوت جاي من الداخل ديال الغابه. وصحيبه اليخاندرو قررت تمشي تشوف اشنو كاين، وهي جاها سهم وسط عنقه وطاحت في الارض. واليخاندرو تصدم وبدا كيحاول يخرج السهم من وسط عنقها باي طريقه، ولكن قبل ما يحيطوا جاها سهم اخر في راسها وماتت. ولكن القبيله كامله كانت محاصراهم بواحد بواحد، وكل شيء كان كيتضرب بدوك الاسهم اللي فيها واحد المخدر اللي قوي كينعسهم في البلاصه. ومن بعد الناس ديال القبيله داوهم لواحد المراكب اللي خشبيه ديالهم اللي وسط الغابه، وكانوا هما السكان الاصليين ديال الامازون. كانوا كلهم مطليين باللون الاحمر والشكل ديالهم كان كيخوف بزاف.
والناس ديال القبيله خداو المجموعه كامله عند الزعيمه ديالهم، ولكن في الطريق بداو كيجروهم من شعورهم بالجهد، بقاو كيغوتوا كيطلبوهم باش يطلقوهم، ولكن حتى شي واحد ما كان كيفهم لغتهم. شويه حتى كيشوفوا شي جوتات معلقه في الاشجار وفهموا بانهم وسط قبيله كتاكل اللحم ديال البشر. وشويه الزعيمه ديال القبيله جات وكان الجسم ديالها كله مطيب الصفر، والزعيمه بقات كتشوف جاسن والمجموعه مزيان، ومن بعد تكلمات بلغتها مع الرجال ديال القبيله وامراتهم باش يحبسوهم كاملين في واحد القفص ذهبي. واليخاندرو كان عنده التليفون وجرب يعيط ولكن ما لقاش الريزو نهائيا، وهذا الشيء خلاهم يحسوا ما كاينش حتى شويه ديال الامل باش يعيشوا. وهذا الشيء شافوا واحد من صحابهم ما كاينش معاه في داك القفص، وهما يشوفوا الناس ديال القبيله داوه لواحد البلاصه، والزعيمه شداتو من وجهه وشرباتو واحد السائل ونعساتو فوق واحد الحجره كبيره، وغرسات يديها في العينين ديال خونا وجبدات ليه عينيه. وصحابو كانوا كيشوفوا في هذا المنظر، والزعيمه ورات الاهل القبيله العينين ديال، وهذا الشيء كان بحال شي غنيمه عنده. والقبيله بداو كيغوتوا وكيهلوا بواحد الطريقه اللي هي غريبه بزاف. ومن بعد جا الزعيم ديال القبيله ديالهم وقطع عليه الرجل واليد والراس وقدام العينين ديال خوتنا اللي كانوا كاملين خايفين ومخلوعين وما قادرينش يشوفوا داك المنظر. ومن بعد القبيله شعلوا العافيه وطيبوا الجثه ديال خونا، والقبيله كلها بدات كتاكل في اللحم، وخوتنا بداو كيتفرجوا في المنظر المرعب. واليخاندرو صحابو كانوا مازال مصدومين، وحتى في القفص اللي كانوا مسجونين مع جاسن ما قدراتش تستحمل هذا الشيء وبدات كترد، والدراري الصغار شافوها وبداو كيضحكوا عليها. وفي الليل المجموعه كامله بقاو كيهضروا في القفص وكيتسالوا على المصير ديالهم، وكيتمنى كون غير ما جاوش يفتحوا هاد الشريك ومن كاع ما وقع لهم هاد الشيء. واليخاندرو في هاد اللحظه قرر يعترف لهم واحد حاجه، وقال لهم باللي انه هو اللي مول هاد الرحله هادي كامله من الاول، وجابهم لهنا غير على قبل الفلوس، حيت الشركات المنافسه هي اللي عطاتو الفلوس باش يفضح الشركه الاولى، وهذا الشيء خلاه يكسب الفلوس والشهره في نفس الوقت. وقال لهم باللي جاب جاسين معاه عن قصد، حيت باق كان اكبر محامي في الامم المتحده، وقال لهم باللي انه كان متاكد الا وقع شي مشكل با غادي يدخل وغيتفكوا من هذا المشكل. وخوتنا اللي معاه حسوا بالشمسه وبداو كيهللوا عليه. وفي النهار الثاني شاف جاسين واحد البنت من القبيله كتشوف فيها، وخرجت ليها واحد السلسله فيها الناي صغير وبدات كتعزف ليه. من موراها جا الزعيم ديال القبيله واختار 3 ديال البنات من القفز ووقفهم قدام الزعيمه اللي بدات كدير شي طقوس غريبه قدام عينيهم باش تعرف شكون اللي مازال بنت شكون اللي لا. واكتشفت بان جاسين هي اللي باقا بنت، ورجعوا البنات الاخرين للقفص وخداو جاسين معاهم لواحد الكوخ اللي خاص معزول في واحد القنت اللي بعيده. وخوتنا اللي في القفص قرروا باش ما يموتوش بهذه الطريقه اللي بشعه، وقرروا باش يديروا شي حاجه باش يهربوا. وكوتنا الحراس ديال تما ديال هذيك القبيله كاملين حاضيينهم. شويه وحكونا جاتو واحد الفكره، وخدم التليفون الموسيقى مجهده في التليفون ديال اليخاندرو ولاحوا بعيد عليهم. وملي سمعوا الصوت ديال الموسيقى مشى واحد من الحراس كيتبع الصوت فين كاين، والبنت عاونوها واستغلت الفرصه وخرجت من القفص وهربات. ومن بعد القبيله رجعوا جاسين للقفص، ولكن الجسم ديالها وجهها كانوا عامرين بشي رسومات اللي خايبه والوان اللي مختلفه. واختنا ما كانتش عاقله على والو حيت كانت فاقده الوعي. ومن بعد الناس ديال القبيله جابوا الماكله للمجموعه، ولكن وحده من البنات ملي كانت كتاكل وهي تفاجأ ملي لقات الطرف ديال الجلد وفيه واحد الوشم، غير شافتو عرفاتها بالديال صاحبتها اللي هربات، وعرفت بانهم شدوها وقتلوها وطيبوها وكيوكلوهم من لحمها. واختنا فقدت السيطره على راسها وهرست الزلافه ديالها وخدات منها واحد الطرف اللي هو ماضي وقطعت به العنق ديالها. وخوتنا بقاو غير مصدومين منها. ومن بعد جاو الناس ديال القبيله خداو الجثه ديالها باش يطيبوها وياكلوها، ولكن واحد من المجموعه شد الطرف ديال الحشيش وخباه في الفم ديال البنت اللي كانت ميته باش ملي ياكلوها الناس ديال القبيله غادي يتخدروا ما غيبقاوش قادرين يتحارفوا. على كلاوها والفعول ديال الحشيش بان وخوتنا كاملين تبوقوا. وجاسين ودانيال استغلوا الفرصه وخرجوا من القفص، ولكن اليخاندرو غدر صاحبه وضربوه وطيحوا حيت كان كيظن الا حاول يهرب معاهم غادي يقتلوهم، غادي يتشد ويتقتل من طرف القبيله. وكان كيظن باللي الشركه اللي غادي تجي تقطع الشجر الثانيه غادي تلقاه وغادي تنقطوه. وجاسين وخونا كانوا قدروا يهربوا، بقاو غاديين في وسط الغابه حتى خرجوا في الواد. هما يبان لهم الدخان ديال الطياره، وجاسين بالغلط طاحت في الواد، ومن ظهرها خونا اللي كان معاها قدر يعتقها وخرجها من الواد وكملوا طريقهم حتى وصلوا للبلاصه اللي تحطمات فيها الطياره ديالهم. وهما يلقاو الجثث ديال صحابهم معلقين في الاشجار، وعرفوا بلي ان القبيله هي اللي علقاتهم في الاشجار. وجاسين سمعات الصوت ديال التليفون كيصوني من واحد الجثه، قربوا بجوج وخداوه، ولكن كيتفاجئوا ملي اهل القبيله هجموا عليهم
وضربوهم وخداوه. وفي النهار الثاني جاستن فاقت ولقاتهم كيوجدوا فيها شي طقوس اللي غريبه، وخونا اللي كان معاها كان مربوط في واحد العمود، والرجال ديال القبيله كانوا كيضربوا فيه ودهنوا ليه الجسد ديالو بواحد العشبه كتجدد بالنمل، وحتى ولا الجسد ديالو كامل عامر بالنمل اللي كان كيعض فيه وكياكل فيه وهو حي. وموراها الزعيمه جات باش تبدا الطقوس على جاستن، ومن زهرها جا واحد خونا وقال لهم باللي كاينين شي ناس كيقطعوا في الاشجار. ومن بعدها ملي عرفوا هذا الشيء الناس ديال القبيله خداو الاسلحه ديالهم ومشاو باش يتحاربوا معاه، وخلاو الدراري الصغار حاضينهم. وهنا البنت الصغيره اللي عزبات ليها جاستن بالناي عاوناتها وفكاتها وخلاتها تمشي. وجاستن بالزربه مشات عند خونا اللي كان مربوط في العمود، ولكن جاستن لقات النمل كياكل فيه وهي بغات تعاون ولكن ما لقاتش كيفاش. موراها البنت خدات معها جاستن باش تهربها، واليخاندرو طلب من جاستن تعاونو ولكن هي كاع ما عقلات عليه. والبنت ورات لجاستن الطريق اللي غاديه تخرجها من الغابه، وجاستن باش تشكرها عطاتها السلسله ديالها اللي فيها الناي. وشويه جات بنت اخرى مع باباها باش يشدوا جاستن، ولكن جاستن الطريق اللي شدات كان فيها واحد النمر، وبسبب هذا الشيء خوتنا كاع ما تبعوا جاستن حيت خافوا من النمر لا ياكلهم وخلاوها تهرب حيت ظنوا ان النمر غادي ياكل. وجاستن اضطرات انها تمشي من نفس الطريق اللي فيها النمر، ومن زهرها النمر كان واكل وما هجمش عليها. ومن زهرها تلاقات هي والحراس اللي كانوا كيقتلوا في الناس ديال اهل القبيله، ومنين شافتهم بدات هزات يديها وكتغوت وبدات كتقول لهم انا امريكيه، وشدت التليفون دارت بانها كتصورهم وطلبت منهم باش يوقفوا، وقالت لهم انا الناجيه الوحيده اللي مازال عايشه، وطلبتهم باش يعاونوها باش تخرج من هاد الغابه. وبالفعل خوتنا وافقوا وجابوا لها طياره باش يخرجوها من الغابه. والطيار سول جاستن بانه واش كاين شي حد اخر معاها، وبالفعل جاستن كذبات وقالت ليه لا. ومن موراها بشي ايام كنشوفوا جاستن مع واحد الرجال ديال الحكومه وكانوا كيحقوا معاها، وجاستن قالت لهم كاملين صحابها اللي كانوا معاها ماتوا. هاد الطياره كانت طمات بهم وانها الناجيه الوحيده اللي قدرت تسلك، وقالت لهم بانها في الغابه لقات واحد القبيله اللي تهلاو فيها حتى ولات بخير، ولكن في الحقيقه كنا غير كذبات عليهم، وحيت عرفات في الحقيقه الا قالت لهم ان الناس ديال القبيله كياكلوا اللحم الحكومه غادي تقتلهم والغابه غتزيد. وهنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه، وما تنساش معاك لايك وسبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد ديالنا، وشكرا.